مساء الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده بقى قلنا نعمل اكل ايه وحير على الاكل كل يوم. فعملنا محشي مع بعض اهو، هنعمله سوا مع بعض باسهل طريقه. وما خدش وقت خالص زي المحشي، ونقول المحشي وطول اليوم والكلام ده، لا ما خدش وقت خالص بصراحه. ومعانا لحمه وستيك اهي، استوت برضو بقت جميله، كنا حاطينها تحت الورق العنب. فهو معانا هنا ربع كيلو ورق عنب، طبعا انا قطعته وظبطته. وطبعا الخضره اليومين دول صعبه جدا في الحر ده، ملحقتش افرز طبعا الورق العنب وكده، فلسه جايباه طازه وفريش. وبعد كده نجيب الحله بتاعتنا، نحط فيها شويه ميه، نسلق فيها ورق العنب، حطينا رشه ملح ورشه كمون، وعصرنا عليها ليمونه طبعا. بعد كده غليت معانا اهيت، جبنا الورق العنب بتاعنا، كنت شطفته طبعا شطفه كده، يا دوبك لونه يغير بس، وبنشيله نقلبه كده مرتين ونشيله على طول كده. تمام كده، لونه غير معانا. هنعمل واحده تاني مع بعض، اللون يا دوبك يغير بس، دي تقليبه كده. طبعا بنطلعه ونشطفه شطفه كويسه من تحت الحنفيه برضو. وبعد كده بنحضر له ميه كده برضو، مش ساقعه قوي يعني، برضو ميه حنفيه برضو بنحطها فيه كده. تمام كده، نجيب البتنجان بتاعنا، ده كيلو بتنجان وربع فلفل، انا بحب صراحه الفلفل الحراق، ونص كوسه. طبعا بننضف البتنجان بتاعنا كويس، وبغسله طبعا كويس، كان طازه وجميل بصراحه. وغسلنا الكوسه طبعا، وبعد كده بننضفها كده. الفلفل الحراق ده بيديه طعم جميل جدا، نضفه طبعا كويس. طلع القمع بتاعه، بصراحة بيديلها ريحة وطعم جميل جدا. طبعا دوت مش هينفع نعمله كده، هيبوظ مننا، فاضطريت اشيل البذر بتاعه بالمقوار كده. تمام، نخلص بقى الكمية بتاعتنا. بعد كده ناخد البتنجان نقوره طبعا، طبعا سهل جدا، بياخدش وقت خالص بصراحة، كان يعني سريع جدا، ما خدش وقت خالص معايا. طبعا انا ما بوروش للاخر، في ناس تانية بتحب تقوره خالص، انا بسيب برضو في حتة كده بسيطة. نعمل واحدة تانية معاكم. بصراحة انا بحب البتنجان الصغير قوي، وساعات بجيب اصغر من كده كمان، بس لو جبت اصغر من كده مش هيبان في الكاميرا قوي بصراحة، فجبت الحجم ده. نجيب بقى بولة تانية نضيفة خالص، عشان انا بحب استعمل القلب بتاع الكوسة. فبقورها طبعا برضو، ما بنعمهاش خالص، بسيب فيها برضو حاجة بسيطة كده، بحيث انا بحب ازكزكها كده بالشوكة. ايوه الحجم ده بتاعها حلو، عشان تستوي معايا كويس، عشان بسويهم كلهم مع بعض. هنعمل واحدة تانية معاكم اهو. بحطه كده في قعر الحلة مع خضرة مع فلفل، بس الخضرة بصراحة مش يعني بجد مش متوفرة خالص اليومين دول، والمفروض انا بحط خضرة كتير شوية، بجيب بكمية كتيرة شوية، بس بصراحة يعني ما لقيتش. نجيب معانا الحلة بتاعتنا، وقطعت بصلتين كبار برضو حجم صغير جدا، ونزلت عليها بحبة زيت. وكان عندي ليه خروف كده حطيتها، كنت مسيحاها، تدي طعم حلو قوي قوي للمحشي.
يا دوبك نص معلقة بس، حاجة بسيطة جدا تدي بس ريحة كده. ونزلت بشفشقين قوطة طبعا، وسبتها خالص لحد ما اتسبكت. عملت طبعا الزيت بتاعها على الوش اهو، اتسبكت كويس اهي. نزلت جبت التوابل بتاعتنا، طبعا اي توابل عندكم حطوها، بس انا زودت عليها شوية نعناع، وطبعا 2 ماجي حطيتهم، وزودت شوية نعناع ناشفين. والخضرة بتاعتنا هنا، انا بحب خضرة اكتر من كده بكتير، بس بصراحة انا مكنتش لاقياها، يعني دي اللي عرفت، يعني جبت كمية ودول اللي طلعوا منها. وجبت الرز بتاعنا، طبعا جبت 1.5 كيلو من الرز، وانا ما بحبش اغسله، كنت جايبه رز طبعا من نوع الفاخر، رزايه بلدي جميله يعني، لان بغسله وباجي احطه على الصلصه بلاقيها بتعمل ميه، مهما صفيه برضو بلاقيها بتنزل ميه، فما بغسلوش. طبعا بيبقى كويس وبيبقى فاخر، بيبقى نضيف جدا. ونزلت ببقيه الخضره وقلبته كويس، وبعد كده نجيب الجريل بتاعنا، ننزل بيه بماده دهنيه، حبه زيت صغيرين، وننزل بالستيك بتاعنا، نديله يا دوبك صدمه بس، تشويحه بسيطه كده بالستيك بتاعنا. نرش عليه حبه فلفل اسود، طبعا انا كنت غسلاه كويس جدا ومصفيه من الميه كويس. حبه ملح وحبه فلفل اسود، يا دوبك تشويحه بسيطه بس كده. ونديله تقليبه كده، بيدي ورق العنب بصراحه طعمه حلو جدا، يعني بيبقى طعمه حلو جدا، وبيبقى واخد من طبعا طعم ورق العنب. كده خلاص ادينا له صدمه. هنجيب الحله بتاعتنا وننزل بالعروش بتاعت ورق العنب، كنت طبعا ركناها على جنب وسلقاها برضو. هننزل بالستيك بتاعنا، هنرصه طبعا على العروش. ننزل بالشرايح الليمون، طبعا بتدي مزازة حلوة جدا للورق العنب. نحضر بقى الرز بتاعنا وورق العنب، هنحشي كام واحدة مع بعض، سهل جدا ومخدش وقت خالص بصراحة. هنعمل واحدة تاني معاكم. طبعا انا ملحقش افرز ورق عنب السنة دي، ان شاء الله المرة الجاية يعني لما يكون موجود نفرزه سوا. كده تمام. نكمل بقى الحلة بتاعتنا ونرجع لكم تاني، نبدأ بقى نوريكم الكوسة. انا كنت طبعا مزجزجاها بالشوكة، والبتنجان بعد ما غسلناه طبعا غسلة كويسة، كنا نقعينه في مية. ننزل بالكوسة، القلب بتاع الكوسة في قعر الحلة، وقرن فلفل، طبعا بلاش حراق بقى عشان الأولاد. نقلبهم كويس، نبدأ نحشي بقى اهو، نوريكم مع بعض. طبعا هنحشي الكوسة كويس، وهنسيب عقلة صباع، لأن الرزاية دي رزاية بلدي وبتزيد، فبنسيب عقلة صباع. كده تمام. نرصهم طبعا رصة كويسة. معاكم الفلفل برضو، كده تمام برضو. اوريك البتنجان، واحدة برضو 2. كده تمام، عقلة صباع واحدة، قبل ما بياخد السوا بتاعه. كده خلصنا. نرص بقى مع بعض شرايح الليمون على الوش، وخلصنا البتنجان والكوسة والفلفل، حطهم طبعا جنب بعض في حلة واحدة. نجيب معانا بولة نحط فيها شوية شوربة، ومعانا عصرة ليمون، ليمونة واحدة يا دوبك. طبعا كنت حاطة فلفل اسود وملح على الشوربة، نسقيها يا دوبك، بنخلي الرصة الأولانية باينة. نحط حبة شوربة تاني، الرصة الأولانية تكون باينة. نرفعهم بقى على النار،
ما كملوش يا دوبك، يعني اقل من ربع ساعة، يا دوبك 5 دقايق بالظبط غليت، ووطيت عليها النار خالص، خليتها تستوي مع نفسها ايه كده، هما الاتنين مع بعض. وده الشكل النهائي بتاعنا. خلينا اقول لكم تحفة وما خدش وقت خالص. والرز استوى وطلع لحد الاخر اهوت، والستيك استوى، وبألف هنا.